أريد كذلك أن أشرك بعض المشاهدين الذين ينتظرون على الهاتف، وأبدأ ببرهان كركوكلي من بريطانيا. السلام عليكم ورحمة الله. تحية للأخ العزيز مولا كريكار. عندي 3 أسئلة. السؤال الأول، السيد بول بريمر الحاكم المدني عندما تم إنقاذ وإطلاق سراح السجناء في الفلوجة صرح وقال إن حركة أنصار السنة الكردية هم الذين أنقذوا السجناء. فكيف يفسر أستاذ كريكار هذا التصريح؟ اتهم حركتكم. هل كان هذا انتقاما للصواريخ الذين قصفوا في حوالي خرمال وفلوجة وخرمال وحلبجة عندما قتلوا الأكراد الأبرياء قبل أن تقصف بغداد؟ هل كان هذه انتقاما لتلك الأبرياء؟ بالنسبة لسؤال الأخ الكريم أخ برهان حول بول بريمر وما قال أن أنصار السنة أو أنصار الإسلام هم الذين حرروا مسجونين في منطقة معينة، فأنا أعتقد أولا أن المتبقين من أنصار الإسلام بعد القصف الأمريكي الكافر المحارب من الطبيعي أنهم أدوا فريضة الجهاد في سبيل الله، واستطاعوا أن يدخلوا مرة أخرى عمق المنطقة العراقية ويلتحقوا بإخوانهم من العرب السنة ويوظفوا طاقاتهم معهم ويواجهوا الاحتلال بما يستطيعون أن يواجهوا، وهم أدوا فريضة الجهاد. فإن كان من ضمن ما قال بول بريمر إن كان صادقا وهو كذوب، إن كان صادقا فأهلنا وإخواننا لم يؤدوا إلا فريضة شرعية واجبة عليهم في إنقاذ أسرى المسلمين، سواء كانت في الفلوجة أو في أي منطقة أخرى، وهم ما زالوا بفضل الله سواء تحت اسم أنصار الإسلام أو أنصار السنة. وأنا أعتقد أن أنصار الإسلام لم تبقى، فهؤلاء انضم بعضهم إلى بعض ووجدوا أنفسهم في العمق السني في المثلث السني العربي بفضل الله عز وجل إخوة متناصرين. فهؤلاء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا وجدوا في هؤلاء الذين آووا ونصروا، والله عز وجل يقول أولئك بعضهم أولياء بعض. فظهرت الولاية بعد الإيمان والهجرة والجهاد والإيواء والنصرة، فهذا أمر طبيعي أنه هذا فضل الله عز وجل، وأسأل الله أن يكون مع المجاهدين بمعيتهم.